سماع الشاهد، دعوى سماع الشاهد. طبعا بتحصل المسميات موجودة في قانون المرافعات، ولكن لا يوجد لها أي تنظيم قانوني، لا يوجد لها أي تنظيم قانوني. على سبيل المثال دعوى سماع الشاهد في القانون المصري، ستجدوا أنها منظمة في قانون الإثبات المصري من نص المادة 95 إلى نص المادة 98 أو 99. حدد ما هي دعوى سماع الشاهد وما هي شروطها وكيف تنظر دعوى سماع الشاهد وما هي الإجراءات التي يتبعها القاضي في دعوى سماع الشاهد إلى أن يتم سماع الشاهد. لكن في القانون اليمني لا، قال تعتبر من الدعوى المستعجلة دعوى سماع شاهد. طيب يا أخي ما هي إجراءاتها؟ أي حين يرفعها؟ كيف ينظرها القاضي؟ ولا أي حاجة. تمام. مسميات هكذا. صفة الشاهد المراد سماعه. نعم. لذلك عليكم أن تركزوا في دعوى سماع الشاهد. عندنا مسميات رقمه. يا رجل عندنا في أحد الأحكام، ما نشيش نقول، في أحد الأحكام الصادرة من المحكمة العليا اعتبروا حكم انحصار الوراثة حكم إثبات حالة. تمام؟ اعتبروا حكم إثبات حالة وأنه من الأحكام المستعجلة، وهذه كارثة قضائية. أن يتم اعتبار الحكم بانحصار الوراثة. يا أخي يعني خلاص ما عاد عنبوش. طيب يا أخي أحد الورثة كان يا أخي في الصومال، كان في أثيوبيا، تمام؟ الأب سافر الصومال ولا أثيوبيا، تزوج هناك بواحدة حبشية، تمام؟ خلف 2 أولاد هناك، بعدين رجع اليمن ما كلم أهله إنه تزوج، ما كلم أهله، تمام؟ مات باليمن، طلعوا له الورثة حقه الذي باليمن حكم انحصار الوراثة وتقاسموا. بعد 10 سنوات جاءوا الورثة حق أولاده حق أثيوبيا، تمام؟ قالوا إحنا أخوانكم، إحنا هذا أبونا، تمام؟ نشتي نصيبنا الشرعي منه. يقول له احنا قد معنا حكم انحصار الوراثة. يقوم يصير يطعن بحكم انحصار الوراثة، يقول له لا هذا حكم قد تحصل من الطعن لأنه إثبات حالة. يعني رجع حرمانه من الوراثة الشرعية، تمام؟ أمر قانوني، حرمان وارث، تمام؟ إيش من إثبات حالة؟ حكم انحصار الوراثة شهادة تقبل الطعن بالتزوير في أي وقت، تقبل الطعن بالتزوير والبطلان في أي وقت تقبل، سواء أمام النيابة العامة بدعوى جنائية أو أمام قاضي الموضوع الذي ينظر دعوى قسمة، الذي من حق هذا الوارث الذي جاء من أثيوبيا أن يرفع دعوى أمام القاضي بقسمة مخلف فلان وفلان حتى لو ما معه حكم انحصار الوراثة. يجي الطرف الثاني يطلع حكم انحصار الوراثة، أنا من حقي أطعن بهذا الحكم أمام قاضي الموضوع الذي ينظر الدعوى حقي، وأقول هذا الحكم باطل وأنا معي أدلة إن أنا ابن فلان ابن فلان، وأجيب عقد الزواج وأجيب شهادة الميلاد وأجيب البطاقة الشخصية وأقول أنا ابن عن ابنه، والقاضي الموضوع يلغي حكم انحصار الوراثة. لا يقول لك سيطعن بالاستئناف. إيش من كلام فارغ هذا؟ هي شهادة، حكم انحصار الوراثة شهادة، لا يطعن به استئناف ولا يطعن به عليا، يطعن به أمام قاضي الموضوع، يطعن به أمام قاضي الموضوع.